السلام عليكم. أزمات ما بعد نصف نهائي التلات أرباع القرن. إيه تلات أرباع القرن دي؟ والله ما أعرف. هو كأس التحدي اللي كان عامله الفيفا للأهلي ونادي باتشوكا المكسيكي. طبعا نادي باتشوكا عمل مباراة امبارح زبالة، والأهلي عمل مباراة أزبل. حقيقة ولازم كلنا يعني ما عارفينها. تمام. النادي الأهلي امبارح ما راحش استاد اللي هو 974 ده. طب ايه اللي حصل في المباراة كلها؟ جه عم كولر عمل شوية حاجات كده في المباراة خلت ان المباراة يعني احنا مش عايز المباراة خلاص يا عم. انا خدت الكاس النصف الانتر شامبين. خلاص بقى بارك الله فيما رزق، وكسبنا العين في القاهرة، والناس كانت فرحانة والدنيا حلوة وخلاص، وإمام عاشور جاب جون حلو وخلاص. بس أنا بلبس بوشكش واسمي كسب البطولة بتاعت اللي هو أحسن مدرب في أفريقيا وكده. جه امبارح راح مخرج مين؟ راح مخرج وسام أبو علي. خرج المتنفس الوحيد للنادي الأهلي، خرجه من الماتش، خرجه. تمام. لازم مكانه عم كهربا، ان الله بالشبشب هيتزحلق. ده كهربا. دي كهربا امبارح راح نازل بعت له كورة. يا جدعان انا مش فاهم ايه الكورة اللي عملت دي، طلع ازاي ضاعت؟ فاهم اللي هو انا مش عايز اكسب ضاعت. يسكت لا. راح مضيع ضربات الجزاء ان الاهلي ممكن يكسبها. الاهلي ده لما خلص مش محظوظ نهائي. مش اظن نهائي ان هو عشان كسب الزمالك كده، بس هو مش محظوظ. ما شفتش لدرجة هم كم مرة كان لعب ضربات جزاء، كم مرة ولا يكسبهم. ان هم بتاع الماتش بتاع بالمراس اللي كان في قطر ده على نفس الملعب بالمناسبة، والماتش بتاع امبارح. تمام. يخلص الماتش من هنا والاهلي يخسر البطولة من هنا، ويقوم عم محمد الشناوي شوح للجماهير. قال لهم ايه؟ قال لهم ماشي انا ماشي خلاص، وانتوا جمهور صح برافو. في واحد دور انت حرم. انت ازاي تقول انا خرم؟ انا مش خلاص خرم يا عم، ده انا كنت امبارح شايل الفريق. قلت له انا خرم. طبعا زهقنا طبعا المنظر اللي قابلنا. انت راح ترجع في الجماهير اللي اصلا كان بتضايقك طول المباراه، راح انت مش شايفها وقايل انت جمهور برافو والكلام ده كله، وانا ماشي مش كده خالص. ما قد الزمالك كانت خسرانه السوبر المصري والجمهور حياه. ليه؟ عشان هم كانوا شايفين الزمالك عامل عليه، والاهلي امبارح كان عامل عليه باستثناء ضربات الجزاء، ودي ضربة حظ في رواية الأهلاوية. ضربات حظ. لما الزمالك كسب الأهلي في كأس السوبر الأفريقي قال لك ضربات حظ. لما الأهلي كسب الزمالك في السوبر المصري قال لك ده نزل عالمي. فخلاص في رواية الأهلاوية هي ضربات حظ، وفي رواية إن هم خسرين وهم بقى كسبان لا ده أنا عالمي. طبعا مدرب الزمالك الجديد هو كريستيان جروس، مدرب سابق وعارف الفريق الدنيا ماشيه ازاي، عشان كده هو هيجي يمسك الفريق الفتره الجايه بعد الماتش المصري اللي هو الماتش الاولاني. في ماتش تاني هنشوف بعد كده بقى الدنيا ماشيه ازاي. واخيرا فضل اخواتنا في غزه، وكمان اخواتنا في السودان وكل الامم العربيه. سلام عليكم.